هذا الولد الشقي فجأة أخذ طائرة اللعب الخاصة برحيل، ثم بدأ باقي زملائه في الصف يمررونها لبعضهم البعض. كانوا يمازحون فقط، لكن حينها حدث شيء يشبه السحر، حيث بدأت الطائرة تطير فجأة في الهواء، ثم عادت مباشرة إلى رحيل. لم يكن هناك حدود لسعادة رحيل، فهذه الطائرة كانت آخر تذكار من والده. كان رحيل ينام كل ليلة وهو يحتضنها، وكان يأخذها معه إلى المدرسة، حتى أنه كان يتحدث إليها، معتقدا أن روح والده موجودة في تلك الطائرة. لإثبات ذلك، ربط رحيل نفسه بالطائرة وصعد إلى السطح على أمل أن تأخذه الطائرة إلى والده. حينها رأت والدته ما كان يفعله، فركضت بسرعة إلى السطح وأنقذت رحيل في اللحظة الأخيرة من السقوط. غضبت والدته وأخذت الطائرة منه وأغلقتها في الخزانة. ولكن في اللحظة التالية حدث شيء غريب، حيث تحطمت الطائرة الزجاج وخرج منها ضوء أحمر، وكأنها كانت غاضبة بسبب رؤية والدته في خطر. في تلك اللحظة احتضنها رحيل، وهدأت الطائرة تدريجيا. في الليل عاد رحيل إلى السطح مرة أخرى، وأخذ الطائرة بيديه وبدأ في الصلاة بكل إخلاص. وفجأة حدثت معجزة، إذ بدأت الطائرة في الطيران حقا، ولعبت معه كما كان يفعل والده. قضى كلاهما الليل كله في السماء، وفي النهاية تعب رحيل وسقط على الأرض وأغلقت عيناه. الطائرة طارت وحدها وعادت إلى منزله، حيث توقفت بالقرب من نافذة الغرفة. عندما رأت والدته الطائرة شعرت بشيء غريب، فأخذتها الطائرة وأخذتها إلى برج عال، حيث كان رحيل ملقى بلا وعي. أنقذت الطائرة حياته، لكن من ذلك اليوم فصاعدا فقدت الطائرة قوتها ولم يعد فيها أي حياة. بآخر أمل له في لقاء والده، ذهب رحيل ليلا إلى شاطئ البحر وأخذ الطائرة معه. حفر حفرة في الرمال ودفن الطائرة هناك، ثم وضع بعض الحجارة فوقها وصلى بإخلاص. في اللحظة التالية عاد والده فعلا وعانق رحيل بقوة، ثم جلسا معا على الشاطئ وتحدثا. قال والده لرحيل أنه يجب أن يكون قويا الآن ويعتني بأمه. ثم دفع والده قاربا صغيرا إلى البحر، وقال رحيل وداعا بعينين دامعتين. بدأ والده يركب القارب ببطء وينطلق في رحلته، ثم فجأة تحول إلى ضوء أبيض واختفى.